ننتقل للقسم الثالث في امتحان بي تي كور وهو قسم الريدنج. Reading Writing Fill in the Blanks اللي هو أول سؤال في قسم الريدنج هو من أهم الأسئلة وأكثرها وزنا من ناحية عدد الدرجات المخصصة له. أول حاجة تعملها في السؤال ده إنك تعمل سكيم للنص أو تقرأ النص بسرعة كده عشان تفهم الفكرة العامة. بعد كده أضغط على القائمة المنسدلة أو الدروب داون منيو اللي موجودة في مكان في كل فراغ عشان تختار الكلمة الأنسب. وأنا بقول الكلمة الأنسب لأنه ممكن تكون في أكثر من كلمة صحيحة من ضمن الخيارات، لكن هنالك كلمة واحدة هي الكلمة الأنسب حسب الصياغة الموجود في الجملة. ركز على الكلمات المحيطة بالفراغ اللي هي قبله وبعده، واستعمل الجرامر والكولوكيشنز عشان تساعدك تختار الإجابة الصحيحة. أحيانا بتكون كل الخيارات صحيحة لكن محتاج تختار الإجابة الأصح من ناحية الكولوكيشن واللي بتكون هي أنسب للمعنى. خليك حريص ما تستهلك زمن كتير في الجزء ده، لأنه ممكن يخلص زمن قسم الريدنج قبل ما تحل كل الأسئلة اللي موجودة فيه. ضروري تركز على معرفة نوع الكلمة اللي موجودة في الفراغ. هل نوع الكلمة مناسب؟ يعني هل هي صفة أو ظرف أو فعل أو حرف جر مثلا؟ وهل بتناسب المعنى العام للنص؟ دي كلها أسئلة لو قدرت تجاوب عليها بتقدر تحدد الكلمة الأنسب اللي موجودة في الفراغ.